نجعل صناع الحضارة ورواد التاريخ. ماذا فعلنا مع قضايا الأمة الإسلامية؟ المسلمون يذبحون في بورما، مسلمي أراكان. ماذا تعرف عن هؤلاء؟ ماذا تعرف عن مأساة المسلمين في كشمير، في جنوب الفلبين؟ ماذا تعرف عن قضية تركستان التي احتلتها الصين وروسيا؟ ماذا تعرف عن قضية فلسطين؟ ماذا تعرف عما يدور في بلاد الأفغان؟ ماذا تعرف عن قضية البوسنة والهرسك واضطهاد المسلمين في ألبانيا وفي بلغاريا وفي المجر وفي رومانيا؟ ماذا تعرف عن المسلمين الذين يقاتلون عن هذه الأمة في بلاد الشاشان منذ عشرات السنين؟ ماذا تعرف عن الأمة التي أصابها القحط والجفاف في شرق ووسط إفريقيا؟ ماذا تعرف عن حملات التنصير التي يقودها المجتمع الدولي لإخراج المسلمين عن دينهم في جنوب شرقي آسيا وفي شرق ووسط إفريقيا؟ ماذا تعرف عن الهجمة الشرسة من الروافض على المسلمين في دول آسيا الوسطى لمحو منهج أهل السنة والجماعة؟ ماذا تعرف عن مؤامرة الدويلات الطائفية التي يحاول العلويون والنصيريون والدروز في لبنان وفي سوريا تقطيع أوصال هاتين الدويلتين إلى كنتونات صغيرة تتمتع باستقلال يحكمها النصيريون والعلويون، ولذلك يصبون جام غضبهم على حماه لأنها تقطع اتصال الخارطة التي يعيش فيها النصيريون. الشعور بالمسؤولية، لابد أن نشعر بالمسؤولية. في كل مكان مسلمون يعانون من استعمار، من القحط والجفاف، من التنصير، من نشر التشيع، من الاحتلال، من القتل والتقتيل، من التشريد، من محاولة إجبارهم على الخروج عن دينهم واعتناق الشيوعية. يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، هل تدري بما أبكاني؟ أرأيت ماذا قد حصل في العالم الحيراني؟ اليأس يعبث بالأمل ويهز كل كياني. يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، كم تبكي عيون بنيك دم؟ رحماك يا ربي بهم، رحماك فاجبر كسرهم. أين نحن من هؤلاء؟ الشعور بالمسؤولية، ونحن في رحلة جديدة لدين الإسلام يبني فيها وطنا جديدا بمبادئ جديدة. لابد أن يبدأ بنهضة الإنسان. نهضة الإنسان هي أساس نهضة الكون كله من حوله. تربية إنسان مسلم صاحب عقيدة، صاحب علم، صاحب عمل، صاحب هدف، صاحب مبدأ، صاحب أخلاق، يستطيع أن يصلح ما حوله من العوج الحادث في الحياة. لابد من إعادة بناء الإنسان وإعادة تأسيس المجتمع حتى تستقيم هذه الدولة تارة أخرى على الصراط المستقيم. حلمنا أيها الإخوة ليس في دولة إسلامية مصرية، إنما في دولة إسلامية تشمل كل مسلم. وطن الإسلام لا أفدي سواه، وبنوه حيث كانوا إخوتي. مصر والشام ونجد ورباه مع بغداد جميعا أمتي. أنا الحجاز، أنا نجد، أنا يمن، أنا الجنوب بها دمعي وأشجاني، بالشام أهلي وبغداد الهوى، وأنا بالرقبتين وبالفسطاط جيراني، وفي ربى مكة تاريخ ملحمة على ثراها بنينا العالم الفاني. وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني. ممزق الثوب كاس العرض ملتئم، أنعي المخاطر في الدنيا وتنعاني، وعزم عمار في دنيا فتوته. أسقي شبابي من ينبوعي الفاني، ليت المنايا تناجيني لأخبرها أن المنايا أنا لا لونها القاني. يا طارقا، يا صلاح الدين، يا يرموك فرقاني، يا من غلوا سقوا دوحة الإسلام
من أغلى جماجمهم، من كل أروع يوم الروع ظمآن. هيا إلى الله بيعوا كل فانية، فصوت رضوان ناداكم وناداني.